السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. المخرب الصغير دي وجهة نظر أمهات كتير جدا في أطفالها، خصوصا في الفترة اللي هي بقى إيه بيبدأ يمشي فيها، او يحبو بقى، يعني خلاص هو بدأ يزحف، او ان هو يمشي او اتمكن كده من نفسه وبدأ يمشي وينكش ويقدر ينزل الحاجة. فالام بقى تبدأ تقولك ايه، انا عندي في البيت مخرب صغير. لا، انت ممكن تخليه بدل المخرب الصغير تخليه المخترع الصغير. طب ازاي الكلام دوت؟ ركزي مع ابنك او بنتك كويس قوي في الفترة دي، ركزي مع اهتماماته، شوفي هو رايح فين. يعني انا عندي مثلا ابني طول النهار، يعني كل ما تخرجيه من المكان اللي فيه الغسالة يبدأ يدخل تاني، يحاول يلف التايمر، يفتح باب الغسالة، يبص فيها، ينكش، عايز يدخل يقعد جواها. هو عنده فضول يعرف ايه الحاجة الكبيرة دي اللي انت بتدخليه فيها الغسيل وتطلعيه تاني. وساعات بقى هو بيبقى واقف قدامها ويشوف بقى المية والغسيل وهو عمال يلف، فالموضوع شاغل دماغه. فده مثلا حاجة من الأمثلة اللي ممكن ابني يكون شاغل دماغه بيها. فانا بدل بقى ما كل شويه اشخط فيه واخده اخرجه بره، واول بس ما تغفلي عنه هتبصي تروحي تجيبيه من عند الغساله تاني. طب ايه الحل بقى؟ الحل ان انا اخده كده اوقفه عند الغساله، ابدا ان انا بقى اقول له ايه، شايف الغسالة دي؟ تقولي هو صغير مش عارف مش هياخد باله. لا، اسمعي بس وركزي. بصي الغسالة دي التايمر ده بنلفه علشان خاطر على الرقم ده علشان يغسل الغسيل. طب احنا بنحط مثلا الابيض لوحده والالوان ديت لوحدها. طب احنا بنحط افتح الدرج بتاع الغسالة، ده الدرج اللي بنحط فيه المسحوق علشان ينزل هنا ويدخل في ابدا اشرح له بقى كل تفاصيلها بتشتغل ازاي وبتعمل لنا ايه بالظبط. واطلب منه بقى بعد كده، يا سلام بقى لو سنه كبير شويه، ان هو يرسم لي الغساله، اقعد بقى ارسم لي الغساله دي، او يبقى مهمته بعد كده ان هو يحط الغسيل في الغساله وانتي تشغليها. طب بالنسبه للحلل، ده طول النهار جايب لي الحلل وحاططها لي على الارض ومبهدل لي الدنيا. عادي، انت ممكن بصي الفتره دي هتتعبي، بس بعد كده هتتبسطي بالنتيجه جدا. خرج حله، هو انت فكرك هو بيخرج الحلل وبيجيب المعالق ويقعد يرزع ديب بديب بالصداع اللي اصلا انت مش طايقاه وحاسه ان هو عامل لك قلبان في البيت. هو بيعمل كده ليه؟ هو في المرحله دي بيكتشف كل حاجه عن طريق السمع وعن طريق اللمس، بيحاول يلمس الحاجة، بيحاول يسمع أصواتها. الاكتشاف ده انت بقى ما تقتليهوش جواه، لا بالعكس، ساعديه وخلي الموضوع يتنمى أكتر. يعني قعد مثلا سمع صوت الغطا الحلة وهو بيخبط كده فعجبه، فقعد دين دين دين، أو مسك معلقة وقعد يخبط فسمع الصوت وعجبه، قعد يكرر مرة اتنين تلاتة. فانت كل ما هتحرميه أو هتبعديه عن الحاجة دي هيرجع تاني ويلف من وراكي، وهتبقي انت كده بتقتلي من جواه الفضول والاستكشاف اللي هو اصلا طبيعي ومهم للمرحله بتاعته. انا بقى اعمل ايه؟ اقعد معاه شويه اشبع الفضول اللي عنده دوت. مفيش مشاكل لو قعدنا رزعنا وخبطنا مع بعض، مش مشكله، الجيران هتقول علينا مجانين، مفيش مشاكل برضو. حاولي تشبعي فضول طفلك. اي حاجه في الدنيا انت شايفه ان هو عنده اهتمام بيها حاولي تركزي معاها. قليل قوي لما بتلاقي يعني طفل اهتماماته بتظهر قوي كده، بتبقى بارزه. يعني دايما انت اللي بتقعدي تنكشي وتدوري عشان تشوفي ابنك مهتم بايه وتعمليه. طب لما انت بقى تاخدي بالك ان هو مهتم بحاجه معينه، على طول نميها، اجري ونميها على طول. الدولاب بيوقعه بيعمل الحاجة اللي فيه، هو عايز يستكشف، لا انتي اقعدي كده جنبه، بدل ما تروحي مزعقة ومصرخة واخداه ورميه بره، لا حطي جنبك، يلا احنا هنطبق سوا. خليه يديكي حاجة من يعني الهدوم، يبدأ يديها لك حاجة في حاجة وانتي تطبقي وتدخلي. المشاركة دي هتشبع الفضول اللي عنده، ان انتي تخليه يعمل الحاجة ديت، اشبعتي له الرغبة اللي عنده، اشبعتي له الفضول، خليتي عملية الاستكشاف اللي عنده ديت تبقى موجودة. وان شاء الله يعني تفرحي بيه وهو مهندس او دكتور او ايا كان. اشبعوا فضول اولادكم، ساعدوهم على الاستكشاف علشان النتيجة يعني هتبقى مرضية ومفرحة جدا 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 بعد كده. ربنا يحفظ اولادنا جميعا.